الفيديو ده هيفايرال وينتشر بشكل كبير جدا. حتى بص على اللايكس والكومنتس كده، ايه طلعوا اقل من 50. بص، مش بالضروره الفيديو ده يطلع فايرال، وبنسبه كبيره مش هيطلع فايرال، لكن في اي حاجه بعملها في حياتي، وكمثال مثلا هنقول زي صناعه المحتوى او الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي، لازم اكون مقتنع ان كل فيديو بصوره في احتمال كبير جدا انه يطلع فايرال وينتشر وناس كتير تشوف. لان انا لو ما عملتش ده فهيبقى في مشكله من اتنين: يا اما هكسل ومش هكمل ومش هصور تاني، يا اما مش هقدم للمشاهد حاجه تفيده، لان انا اصلا شايف ان الفيديو محدش كتير هيشوفه. دي الاستراتيجي اللي لازم تكون ماشي عليها في اي حاجه في حياتك، ان اي ستيب انت بتاخدها في احتمال كبير جدا ان هي تنجح وبص يعني تبقى في السماء. جمله الفيديو ده يطلع فايرال انا كنت قلتها لنفسي لما نزلت فيديو امبارح تقريبا او اول امبارح وطلع فايرال. بس ازاي بقى انا توقعت انه هيطلع فايرال وفعلا طلع فايرال؟ الحقيقه انا ما كنتش متوقع انه يطلع فايرال ولا اي حاجه، بس انا كل فيديو بعمله لازم اقول لنفسي الجمله دي واكون متوقع ان في احتماليه ان فعلا الفيديو يطلع فايرال، فبالتالي هبقى مجبر ان كل فيديو انا بطلع كل اللي عندي في الوقت ده. بمعنى ان التصوير على قد ما اقدر يكون باعلى كواليتي ممكنه، المونتاج احاول ان انا افضي وقت بحيث ان هو برضه يكون باعلى جوده ممكنه، حتى المعلومات اللي بقولها في الفيديو بحاول ان على قد ما اقدر تكون حاجه جديده او على الاقل خالص حاجه هفيد بيها اللي هيشوف الفيديو. واللي يثبت لك ده ان انا ما كنتش متوقع ولا حاجه، شوف نزل بعده كام فيديو الله اعلم ايه اللي طلع منهم فايرال وايه لا، بس لازم اقول لنفسي الجمله دي كل مره. فلو انت شفت الفيديو ده قول لي هو طلع فايرال ولا لا. وعايز اقول لك على حاجه اخيره: